عشان ما تبذلش مجهود في كتب خارجيه كتير. ان من الاخر كده مفيش حد بيقفل عربي. العربي من اكتر المواد اللي ما حدش بيعرف يقفلها، بس ما فيش حد ما بيقفلش، لا في ناس بتقفل. السنه اللي فاتت عندنا ناس جايبه 80. وسط الاجواء الممطره الغريبه دي، في وسط شتاء 2026 جينا وسط الدلتا عشان نعلن عن خروج اهم كتاب في مراجعات الثانويه العامه لعام 2026 واللي كل الطلبه مستنياه. ومعانا النهارده احد مؤلفي كتاب كيان، الاستاذ وسيم محمد قطب او الوسيم قوي. نورنا النهارده يا أستاذ وسيم، ومبسوطين بلقاء حضرتك جدا والله. والله احنا اكثر سعاده ومبسوطين بحضراتكم. معلش الاجواء الصعبه اللي احنا لا ماشيين عشان فيها، خاطر كيان وطلبه الثانويه نتحمل. عشان طلاب الثانويه احنا بنتحمل كل حاجه، عشان طلاب الثانويه وعشان مدرسين اللغه العربيه وعشان اللغه العربيه وقيمه اللغه العربيه، ونفضل محافظين على حلم الطلاب بتوعنا. بنعافر وبنجاهد عشان خاطر طلاب الثانويه العامه، عشان نذلل لهم كل الصعاب. يعني ده جزء من المعاناه اللي احنا بنعانيها الناس كلها في بيوتها. احنا على الطرق وبنعافر عشان نطلع كتاب في وقت مناسب ووقت كويس عشان الطلبه تلحق تراجع. ان شاء الله كتاب كان السنه دي مختلف تماما تماما تماما، والطلبه هتبقى مبسوطه بيه جدا. وزي ما احنا دايما بنقول، والشعار بتاعنا مع كيان انت في امان ان شاء الله. الكلام ده ان دور الطلبه ان هم يتحملوا الصعاب خلال ايام المراجعه ويسهروا ويذاكروا. طبعا، لان اهم حاجه في الدنيا دلوقتي هي مستقبلهم. انت دلوقتي زي ما بيقولوا كده بنلعب في الوقت الضايع، فاضل 4 شهور عشان حلمك وعشان مستقبلك. فحلمك ومستقبلك لازم تعافر عشانه، لازم تجاهد عشانه. ده اهم نقطه واهم حاجه. الطالب اصلا واولياء الامور كلها بيعافروا. انت من سنه اولى ابتدائي لثالثه سنه وانت بتعافر وبتكافح وبتجاهد علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر توصل لحلمك. وخلاص ان الاوان. يعني احنا خلاص بنقفل السنه لسه بدأ بس خلصت السنه الثانويه العامه وخلاص احنا داخلين على وقت المراجعات. يعني لازم كده تشمر عن ساعديك وتسهر وتحط برنامج وخطه للمراجعه، واحنا معاك عشان نذلل لك كل الصعاب ان شاء الله، عشان ما تبذلش مجهود في كتب خارجيه كتير وتجمع معلومات من كل مكان. احنا بنلم لك المراجعات كلها وبنلم لك المعلومات كلها بفضل الله في كتاب كيان في المراجعه النهائيه، اللي هيبسط كل طالب وهيبسط كل معلم، وهتبقى حاجه ان شاء الله مشرفه. تمام. طب استاذ وسيم، احنا عايزين نطمن الطلبه، خصوصا ان اللغه العربيه هي اعلى عدد درجات في الثانويه العامه، والموضوع ده بيسبب خوف ورهبه شويه عند طلبه الثانويه، وكمان ان هم عارفين ان من الاخر كده مفيش حد بيقفل عربي. فاحنا ازاي نطمنهم على المجموع بتاعهم؟ العربي من اكتر المواد اللي ما حدش بيعرف يقفلها، بس ما فيش حد ما بيقفلش، لا في ناس بتقفل. السنه اللي فاتت عندنا ناس جايبه 80 بس مش عددهم كتير، ومعانا ناس جايبه 79 ونص كتير جدا، ومعانا ناس جايبه 79 و78. فده فين السر بقى؟ الالتزام والحل الكتير والتركيز والانضباط والرجوع الى مصادر موثوق منها، وتقدم المعلومه صحيحه موافقه لامتحانات الثانويه العامه. في ناس ممكن تحل كتير جدا بس بتحل اسئله بعيده عن اسئله الثانويه العامه، فلما يجي يدخل الامتحان يبقى الامتحان بالنسبه له بعيد، حتى لو صعب لكنه مش في منهجه. لكن هو بقى شغال دلوقتي على حاجه موازيه لامتحان الثانويه العامه، مشابهه لامتحان الثانويه العامه، بتحل نماذج استرشاديه، بتحل امتحانات الثانويه العامه، بتحل اسئله مصاغه تماما 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 مثل امتحان الثانويه العامه، اسئله منتقاه بعيده بقى عن الصعوبات وبعيده عن الشطط وبعيده عن الفلسفه الزياده. احنا بنجيب الطالب بنحاكيه بامتحان الثانويه العامه، بنخلي الطالب داخل ان شاء الله مطمن يطلع فعلا كتاب كيان كان هو الكتاب الاقرب للامتحان، والحمد لله بثناء كثير آراء كثير من الكلام ده سنين غير الطلاب المعلمين اللغة العربية. وبنشكر كل معلمي اللغة العربية لثقتهم الزائدة في كتاب كيان. عايز اقول لحضرتك في عنصر اضافي بيتنسي، المكتبات نفسها طبعا بقى عندها ثقة كبيرة جدا في الكتاب. طبعا كتاب كيان فرض نفسه على الناس الكتير جدا بفضل ربنا في الاول، وبفضل جهد الناس اللي شغاله فيه وتعبانين فيه، وبفضل المادة العلمية. فكتاب كيان الحمد لله كل سنه بيثبت ان هو الكتاب الاقرب للامتحان. معلش الناس مش هتطلع عندها الثقه في كتاب كيان الا لما تشوف الكتاب كيان عملوه السنه اللي فاتت، لما كانوا بيجمعوا اراء الطلبه اللي دخلوا كليات الطب وكليات الهندسه كليات القمه، والطلبه كانوا بينصحوا الطلاب اللي في ثانويه عامه السنه القادمه. فالطلبه دايما يقولوا لهم ايه الكتاب؟ يقول لهم كتاب كيان. مهما كان الطالب شغال مع مدرس مع منصه مع اي كتاب، فتلاقي 80% 90% من الطلبه نشر العربي يعني كيان. طب بيرشحوا من الطلبه كتاب كيان. فده بتوفيق من ربنا، وان شاء الله الطلبه هيلمسوا حاجه زي كده في اي وقت. احنا موجودين لاي سؤال لاي استفسار مع الطلاب على مستوى الجمهوريه لتذليل اي نقطه صعبه
في كتاب كيان، او لاستفسار المدرسين، لاستفسار الطلبه. يعني احنا مش مجرد ان احنا بنعمل كتاب وبنبيعه في السوق، لا، احنا بنعمل كيان وبنصنع كيان وبنصنع طالب بيحب اللغه العربيه، وهنفضل معاه ده لحد لغتنا اصلا اللي بنتكلم بيها، لحد مش مجرد انها ماده هنمتحن فيها وخلاص زي لا، وبنفضل مع الطالب بعض لحد المواد. ليله الامتحان، حتى بعد الطالب ما يخرج من الامتحان بنفضل مع الطالب. فاحنا هدفنا في الاول والاخر هو مصلحه الطالب ووصول الطالب الى درجه كويسه عشان نحقق له مستقبله. احنا يكفينا شرفا ان الناس اللي بتطلع وتخش كليات القمه بتشكر في كتاب كيان. فاحنا اللهم لك الحمد بنشعر ان تعبنا ده ما بيروحش هباء منثورا، ونسال الله العظيم ان هو يكلل تعبنا ويكلل تعب الطلاب في الظروف ديت وفي الجو ده وفي المطر وقت ده المطر طبعا، والدعاء مستجاب. اللهم امين يا فالله رب. نسال ان يوفق الجميع لما يحب اللهم ويرضى امين يا رب. ويكلل تعب الجميع ان شاء الله.